الشواطئ الجميلة ومياه البحر الدافئة واعتدال المناخ وجمال الطبيعة هنا في محافظة الحديدة عروس البحر الأحمر التي تقاطر إليها العديد من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك. يعني محافظة جيدة، وبس بعض يعني الزوار يشكون من غلاء أسعار الفنادق في هذه الأيام، والله كل شيء إن شاء الله إنه تمام. هذا علامة اللي لاحظناه إنه بس غلاء الفنادق يعني في بعض الأماكن المجاري. رغم تواجد الألعاب المختلفة للأطفال على الشواطئ الجميلة ولجوء الكثير من الزائرين إلى الاستمتاع بالسباحة بمياه البحر، وهناك من فضل التحاف رمال الشاطئ للاستجمام، إلا أن معظم الزائرين يرون أن الإهمال والتدهور الذي لا يزال يجتاح هذه المحافظة الساحلية الساحرة تأتي ضمن مسلسل الإهمال والنسيان التي طالت هذه المحافظة طيلة العقود الماضية. أقول لك العيد في الحديدة هذه عيد سعيد جدا. لا طبعا نرتاح لها من أكثر من أي محافظة أخرى، والعيد جوها رائع والزوار لها كثير. اللهم إن عيبها الوحيد المجاري هذه الأيام فيها حتى الناس تدير ريحة كريهة في الشوارع. مصادر في مكتب السياحة بمحافظة الحديدة كشف أن عدد الوافدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تراجع وبشكل غير مسبوق نتيجة تدهور بنيتها التحتية، وخاصة طفح المجاري في مختلف شوارعها وتراكم أكوام القمامة بمختلف أرجاء المدينة، بالإضافة لانقطاعات الكهرباء والمياه عن المنشآت الإيوائية. وهذا الأيام جوها جو رائع جدا وفيها الأمور كلها طيبة، بس في حاجة لمسات بسيطة ما نقول لكم إنها تأثر على السياحة بشكل عام. يعني الأمور كلها بأمانة مطمنة من كل حال بأمان، وأمور الناس المستدبة ما في أي حاجة لا حد الحين يشوف أي شيء يعني يقلق السياح بشكل عام يعني بأمان. هي الحديدة شواطئها البكر ودفء أجوائها في الأعياد وسكانها المسالمين تجعلها المحافظة الأولى في الجمهورية جذبا للسياحة في اليمن، إلا أن هذه المحافظة بقيت طيلة العهد البائد جوهرة جميلة بيد فحام. عبد الحفيظ الحطامي لبرنامج أضواء سهيل، مدينة الحديدة.